نحن أنصار لآل محمد، غرفة أنصار آل محمد عليه السلام. عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري. أما بعد، يا عاظ-إير أبيه. شنو إير؟ كلمة جميلة أو كلمة قبيحة. عاظ-إير أبيه كلمة جملة جميلة أم جملة قبيحة؟ كلمة قبيحة، جملة قبيحة. أما أمير المؤمنين دا يستعمل الكلمة القبيحة والجملة القبيحة في حق أبي موسى الأشعري اللي أقبح من الكلمة القبيحة ومن الجملة القبيحة. أبو موسى الأشعري في سبيل الدنيا ما كان مستعد فقط أن يعض إير أبيه، وإنما كان مستعد أن يطبب راسه في طيز أبيه وفي طيز أمه أيضا. فرد واحد قذر وسخ زنديق ملحد كافر منافق ناصب، ابن الزانية، ابن العاهرة، ابن القحبة. فرد شيء كان أصلا لا يصدق. عندما أمير المؤمنين يقول في حقه يا عاظ-إير أبيه، نعرف أنه شنو. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.